السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بينا دلوقتي هنشرح ازاي نقدر نضيف element من هنا من الجيكويري لل HTML. ولنفترض مثلا ان احنا عندنا جوه البودي عندي section، والسكشن ده هسيبه فاضي خالص، وهاجي جوه السكشن هديله هنا ID واديله اي ID وليكن هسميه add. هاجي جوه الجيكويري وهاجي هنا اقول له ايه، اقول له بالنسبه للعنصر اللي هو اسمه add، وده طبعا ID. طب عايزين نعمل ايه؟ عايزين نضيف عنصر جوه السكشن ده. قال لي انت معاك كذا حاجه. اول حاجه اقدر عن طريق الابند. الابند يعني ايه ابند؟ تعالى كده هاجي هنا اقول له دوت ابند. الابند ده ببساطه بضيف عنصر جوه عنصر، يعني اللي هضيفه في الابند هينضاف داخل الاد. تاني، اللي هضيفه في الابند هينضاف داخل الاد. تمام؟ تعال نكتب هنا اي تكست، وليكن هكتب علي مثلا. تعالى كده نعمل ريفريش، نعمل ريفريش خالص، نعمل سيفنج، نسيف هنا في الجيكويري، نسيف برضو هنا. تعال نعمل ريفريش، لقيت ان هنا بقى فيه كلمة علي. لو انا جيت دلوقتي دخلت في الاليمنتس هلاقي ان البادي بقى فيه سيكشن. هو كده كده اصلا كان فيه سيكشن لكن ما كانش فيه جواه كونتنت، لكن دلوقتي بقى جواه كونتنت. ايه الكونتنت اللي جواه؟ اللي هو اسم علي. طيب اقدر اعمل ايه؟ اقدر اخلي له ده علي بالشكل ده كده. هقول له هنا بولد، والله اقول له ان علي ده ايه؟ بولد element. هقول له ان علي بولد element، وهلاقيه فعلا اتقرا. يعني هلاقي جوه السكشن اللي اسمه دي اللي هو اسمه اد بقى فيه العنصر اللي هو اسمه علي. طيب لحد هنا ممتاز وجميل. يبقى انا قدرت عن طريق الابند اضيف عنصر جوه عنصر. طب هل الابند برضو عايز اعرف اكتر شغاله ازاي؟ بمعنى يعني لو السكشن ده كان جواه اصلا ديف، وهقول هنا الديف هسميه له ريم 1، يبقى السكشن اوريدي جواه ديف اسمه لوريم 1، او جواه تكست اسمه لوريم 1. يبقى العنصر ده بقى هينضاف فين؟ يعني علي ده دلوقتي هينضاف فين؟ يعني انا قلت له ابند دي معناها ضيف للعنصر ده داخل العنصر ده. فهل يا ترى البولد علي ده هينضاف فين؟ يعني هل هينضاف قبل الديف ولا هل هينضاف بعد الديف؟ قال لي خد بالك الابند بيضيف لي في اخر العنصر خالص. يعني الابند ده بيعمل ايه ببساطه؟ انا بحدد هعمل ابند على مين. والله انا هعمل ابند على السكشن اللي فيه الاي دي اسمه ايه. تمام؟ يبقى الابند ده بينضاف في الاخر خالص، في اخر السكشن خالص. تعالوا كده نتاكد، نعمل ريفريش، لقيت هنا اللوريم وتحتيه مين؟ علي. لو انا جيت هنا بص هلاقي هنا الديف، وتحت الديف ايه؟ البولد اللي اسمه ايه؟ علي. البولد اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه علي. تعالى كده نضيف حاجة تانية. هاجي هنا هقول H2 واكتب هنا اي نص، وهضيف هنا باراجراف واكتب برضو جواه اي نص. تمام؟ تعال نشوف برضو دلوقتي هلاقي الابند برضو ضاف لي علي في الاخر خالص. يبقى الابند بيضيف لي داخل العنصر لكنه ايه؟ في الاخر خالص يعني. طيب هل عندي حاجة تانية غير الابند؟ طب انا لو عايز اضيف في الاول هعمل ايه؟ هل الموضوع ده سهل ولا صعب ولا مستحيل ولا ايه؟ قال لي سهل جدا. يبقى انت بدل ما هتستخدم الابند
هتستخدم حاجه اسمها بري بند. حتى المقطع بري ده يديك ايحاء كده ان بري معناها اصلا مقطع كده، معناه في الانجليزيه قبل، يعني قبل. فالبري دي هتدخل جوه السكشن اللي اسمه اد، او اللي واخد اي دي اسمه اد، ويضيف لي الجزء ده في الاول خالص. تعال نشوف كده. علي المفروض دلوقتي بدل ما كانت تحت خالص هتبقى فوق خالص. نعمل سيفنج. طبعا الابند دي لازم اسميها تحت بري برضه، يعني لازم اقول هنا بدل ابند بري. اعمل ريفرش، وبالفعل علي جيت في الاول خالص. يبقى اسم علي جه في الاول خالص. يبقى انا قدرت عن طريق الابند والبريبند اضيف عنصر او اضيف element داخل عنصر تاني. يبقى انا هضيف الاليمنت ده داخل عنصر تاني اللي هو السكشن. طب هينضاف فين بالظبط؟ في اول العنصر من جوه ولا في اخر العنصر من جوه؟ قال لي لا، انت هتضيفه في اخر العنصر من جوه لو تشتغل بالابند، في اول العنصر من جوه لو انت هتشتغل عن طريق البريبند. طيب عايزين نستخدم اخر حاجه. انا عايز استخدم ده مع ايفنت. مع ايفنت ازاي؟ يعني هاجي هنا اقول له بوتون. احنا بنتدرب مع كل درس على الايفنت، لان الايفنت ده يعتبر اهم درس، ولازم اتعلم ازاي اربطه بكل الدروس. هاجي هنا اقول له كلاس، واقول له هنا ايه، هقول له بي تي ان، واقول له هنا ايه اد، واقول له بالنسبه للبي تي ان هقول له لما تيجي تعمل لي كليك على البي تي ان نفذ لي الفانكشن دي. لما تيجي تعمل لي كليك على البي تي ان نفذ لي الفانكشن دي. طيب ايه اللي في الفانكشن؟ ناخد الكلام ده. يبقى الكلام ده دلوقتي مش هيتنفذ كده على طول، لا، هيتنفذ لما يحصل كليك على البوتون. هنعمل ريفرش، نسيف في الجي كويري ونسيف في ال HTML. نعمل ريفرش، وبالفعل اول لما اضغط اد هلاقيه ضاف لي علي فوق اهو. طب ليه ضافها لي فوق؟ لان انا قايل له ايه؟ ها، ايوه كده مظبوط، سامعك، لان انا قايل له بريبند. لكن لو انا هنا قمت قايل له بدل بريبند قلت له ابند، هلاقيه انضاف برضه بس في الاخر خالص، يعني داخل السكشن لكن في الاخر. تعال كده نشوف. اول لما اضغط، خد بالك ان اخر حاجه هنا عندي جوه السكشن الباراجراف، اول لما اضغط هلاقي ان اخر حاجه عندي بقت عادي، هلاقي ان اخر حاجه بقت موجوده عندي عادي. يبقى ده كان ببساطه شرح الابند والبريبند في الاد element.